هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فيديو نار. هنعمل مع بعض التريليتشي او التريليتشيز. تمام، دي كيكه تركيه والقطعه منها الواحده في احسن كافيه هنا او حتى اي كافيه عادي بتتباع بمبلغ. هنعملها مع بعض وهتطلع تحفه، هتدعولي عليها. اول حاجه نجيب 4 أو 5 بيضات على حسب ما انت عايزه. انا جبت 4 بيضات. تمام، هضربهم كده في الخلاط لحد ما لونهم يفتحها خالص، وهحط زي كده، وهحط عليهم ظرفين من الفانيليا، ولو فانيليا سايله هتبقى معلقه كبيره. وحطيت هنا كوبايه الا ربع سكر، ما تكتروش السكر، وكوبايه الا ربع زيت. يبقى 4 بيضات، ظرفين فانيليا، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع زيت. هضربهم كويس جدا جدا لحد ما يبقوا بالقوام الكريمي ده. لازم نوصل للقوام الكريمي ده، ولو كمان انت بتعملي بمضرب بيضه توصلي لقوام احسن من كده. هحط عليهم كوبايه لبن حليب. تمام، للناس اللي مش في مصر حليب. وهحط كمان الدقيق هزوده حبة حبة، هحط نص كوباية نص كوباية لحد ما اوصل لقوام حلو هوريهولكوا دلوقتي. بتفضلوا تضربوا بايدكم كده لحد ما توصلوا قوام يكون متماسك. هفضل اضرب اضرب لحد ما ولقيت مثلا قوام خفيف هزود تاني دقيق كل شوية. الاقي قوام خفيف ازود، بس بزود واحدة واحدة لحد ما توصلوا للقوام ده، لا هو سايل ولا هو متماسك. هحط دلوقتي ظرف بيكنج باودر، اي نوع بيكنج باودر بس النوع ده حلو اللي هو كوكس. تمام، وبعد كده هبتدي اقلب البيكنج باودر، بقلب في اتجاه واحد، يعني يمين وما برجعش شمال، او شمال وما برجعش يمين. انا بدخل في الكيكة هوا ومش بطلعه تاني. تمام، عشان تبقى عالية وحلوة. خلصت كده هجيب القالب بتاعي. انا بعمل في قالب اللي هو الجاهز دوا. تمام، عشان بعد كده بعد ما تخلص بيترمي وخلاص. بس كده، كده ارتفاعها حلو جدا عشان لسه فيه توبنج معايا ولسه كمان هتعلى. حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد حوالي نص ساعة و5 دقايق، ساعة الا تلت. بعد كده هعمل معايا طبقة الكراميل. طبقة الكراميل هحتاج كوباية كبيرة سكر، وهحطها على النار ومش هاجي عندها خالص ولا هقلب. هي هتبتدي تسيح لوحدها لحد ما توصل للمنظر ده. اول ما توصل للمنظر ده هحط معلقة كوباية من كريمة الطبخ او كريمة الحلويات، يا ده يا ده. الاتنين طعمهم واحد على فكرة، بتفرق في السميكة. اول ما تحطوا كريمة الحلويات هتبتدي معاكوا تفور كده، تبتدوا تقلبوا لحد ما يتجانس الخليط كله معاكم. حسيت ان هو لسه تقيل ممكن تحطوا شوية لبن، بس انا معايا ظبط معايا على طول. بصوا بقى وصل لأنهي درجة، بس كده وصل للدرجة دي. يبقى كده انتوا ماشيين صح. لون، قوام، تحفة. هنيجي بقى دلوقتي الكراميل خلص، هنعمل طبقة الكريم شانتيه. عايزة سكر مطحون وكريم شانتيه. هحط من ده كوباية ومن ده نص كوباية من الكريم شانتيه، كوباية ونص كوباية من السكر. وحاجة ضرورية في الجو الحر اللي احنا فيه ده، لازم اللبن يكون متلج، ولازم اللي انتوا هتعملوا فيه اللي هي الطبق ده يكون حاطينه في الفريزر. الكيكة خلصت معايا، هبدأ أخرمها كده. بخرمها كويس جدا 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 عشان نعمل دلوقتي خطوة هتشوفوها دلوقتي. مهم جدا ان الكيكة كلها تكون متخرمة. تمام، بعد كده الكريم شانتيه بتاعي حطيته في الفريزر دقيقتين بس، مسك بقى بالمنظر ده. انا عايزاه بالمنظر ده كده. تمام، كله تمام. الكريم شانتيه جاهز، الكراميل معايا جاهز، اللبن، وكمان الكيكه بتاعتي. هبتدي اسقي الكيكه بتاعتي باللبن. غالبا هتاخد نص لتر او لتر الا ربع. في ناس بتحب تسقيها كمان بلبن مكثف محلى ولبن مبخر، بس عشان ما تبقاش مكلفه كفايه اللبن بس، واللبن ما يكونش محلي. كفايه السكر اللي موجود فيها وكفايه الكراميل. بعد كده فرشت عليها الكريم شانتيه وحطيتها في التلاجة 10 دقايق. بعد كده فرشت الكراميل معايا بقى بالمنظر ده. هجيب بقى حاجة كده، جبت كيس عادي حطيت فيه بقية الكريم شانتيه. تمام، وابتديت اعمل خطوط كده بالطول بالمنظر ده. ليه؟ علشان هنديها بعد كده شكل هتشوفوه معايا. هفضل اعمل خطوط لحد ما اوصل للمنظر ده. بعد كده هجيب معايا خلة سنين صغيرة او كبيرة اللي كنت بعمل بيها بخرم بيها الكيكة، وهبتدي كده عكس عكاس امشي كده بالخلة، بيديها شكل التريليتشي المتعارف عليه.
رايح جاي لحد ما اخلصها. بعد كده هشيلها في التلاجة ساعتين 3 وتاكلوا منها بألف هنا وشفا. احلى كيكة تريليتشي انا عملتها، انا من كتر حلاوتها نسيت اصور لكم بعد ما اتقطعت، بس بجد تحفة. جربوها وقولي لي رأيكم في الكومنتات، ويا ريت كل اللي جربها بجد يكتب لي رأيه لاني متأكدة هتعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.